اللهم صل على محمد وآل محمد. لقاءنا اليوم مع الحاج خادم الإمام الحسين حج جعفر. نحن الآن في حسينية أم البنين على طريق المراجدة. نتعرف عن طريق الحج، شو وقت البنت، شلون تأسست وتشيدت هاي المناسبة. محمد وآل محمد. اللهم صل على السلام محمد. على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الفضل العباس. السلام على سيدتي ومولاتي زينب الكبرى. السلام على سيدتي ومولاتي أم البنين. بالنسبة للحسينية هاي مالتنا تأسست 2014 وسميناها باسم السيدة أم البنين وابنها العباس أبو فاضل سلام الله عليهم أجمعين. أيوه، والحمد لله والشكر. يعني احنا دائما مسوي بها مجالس مثلا مرات نسوي ايام الاستشهاد مع الامام، اي امام مثلا استشهاد الامام احنا نسوي بها مجلس، مرات بيها ومرات بذيك الحسينيه بالولايه مع الرقيه. اي هالشكل يعني ما دائما بيها، مو دائما بيها يعني نسوي. اي الله يسلمك يا غاتي والله يحفظك والتوفيق ان شاء الله، موفقين كلكم ان شاء الله. البنت الله سهلها. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، هذا من فضل رب العالمين. مو اي الحمد لله والشكر. اليوم بيها مجلس، اليوم مجلس وباكر هم عندنا مجلس ان شاء الله، وببركه بعد ام البنين وللامام الحسين القاري السيد محمود العرباوي. اي ان شاء الله ان شاء الله. حياكم الله غاتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي شنو اليوم الطبق حجي؟ هاي مكسيكيه، طبخه لبنانيه. هذه لبنانية اليوم؟ لبنانيه يعني مكوناتها بعد التمن هذا ولكم الرز. اي والعدس الاخضر. والشعريه والبصل. هلا شنو هذا؟ والبازاليا صارت، واللحم المفروم، لحم مفروم وياها. هيك لحم مفروم ما تقريبا 15 كيلو حطيناها. صارت مكسيكيه بقى. هاي يحبونها اللبنانيين هاي. الحمد لله والشكر. هاي الحكايه مالتها هذا هذا اليوم توزيعتنا بالمجلس. موفق حجي والله يعودها عليك بالستر والخير والعافية، ويستر على أولادك وعلى عيالك كلهم، ويزيدك من بركات أهل البيت. الله يسلمك ويستر عليك وعلى عيالك أجمعين ورحمة الله على موتى. صلى على محمد